تحياتي لكل متابعي برنامج هي. اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج هي. والحقيقه النهارده عندنا موضوعات كتيره وفقرات كتيره مهمه جدا لعزيزتي حواء. الحقيقه عندنا فقره النهارده بنتكلم فيها عن اتيكيت المقابله بين العروسين. عايزين نعرف الحقيقه ايه المطلوب من العريس او من العروسه في المقابله الاولى، هل بتتم في البيت ولا بتتم خارج البيت. شكل اللبس او الملبس ده بيكون مهم جدا، دايما بيكون عليه علامات استفهام. ايه هي طبيعة الاسئلة او الحوار اللي احنا بنطرحه على الاخر، يعني من العريس للعروسة او العكس صحيح، او الاهل ازاي بيتم كمان الترحاب بيهم، هل بيكون فيه هدية معينة بتقدم في المقابلة الاولى. موضوع مهم الحقيقة. النهاردة هنتعرف على نقاط كتيرة جدا هتكون معانا ومعاكم فيها مدربة الاتيكيت دكتورة رباب يسري للحديث عن هذا الموضوع، زي ما قلنا ازاي نتعامل في المقابلة الاولى وايه هو المطلوب من الطرفين. ده بالنسبة لفقرتنا ان شاء الله. الحقيقة عندنا كمان موضوع مهم جدا، روتين العناية بالشعر. احنا داخلين على موسم الشتاء وتقلب الفصول. دايما الحقيقة عزيزتي حواء بتحتاج الى مساعدة، ارشاد، نصح ازاي تتعامل مع شعرها، ايه الشامبو، ايه البلسم المناسب، والعكس صحيح، ايه الحاجة اللي ممكن تكون مضرة جدا او خطر اذا استخدمناها او كترنا من استخدامها على شعرنا. عايزين كمان نتكلم عن فئات مختلفة، يا ترى مثلا صغار السن بنتعامل مع شعرهم ازاي، والكبار برضو نفس القصة. والنهاردة هنقدم الحقيقة يعني نماذج مختلفة وماسكات مختلفة للعناية بالشعر، وهتكون معانا ومعاكم استاذة فاطمة الفجمة خبيرة العناية بالبشرة والشعر. صباح النور عليكي، اهلا بيكي. صباح النور. اهلا بيكي يا استاذة فاطمة. ونبدأ اول سؤال، الحقيقة الكل متحمس عايز يعرف ايه الغلط اللي احنا ممكن نكون بنعمله بنضر بيه شعرنا، لان الشعر ده زي اي حاجة موجودة في الجسم محتاجة من وقت للتاني ان احنا نعتني بيه. ايه اللي بنعمله خطأ يضر بالشعر؟ تمام. اول حاجه طبعا ان احنا ننام والشعر مبلول. دي اكبر يعني غلط بنعمله. ما ينفعش ان احنا نسرح شعرنا خالص وشعرنا مبلول برضو، يعني نكون لسه مخلصين مثلا الشاور ونمشط الشعر، ده اكبر خطأ. تاني حاجه استخدام الزيوت، ودي نقطه يعني الناس كلها بتغلط فيها. الزيت احنا بنستخدمه كعلاج مش كدهان. ان احنا ندهن زيت على شعر مبلول او شعر ناشف او ايا كان، ده بيكتم الشعريه نفسها، ما بيخليهاش تتنفس. طبعا بيعمل تقصيف، بيعمل تساقط، بيعمل اضرار كتيره للشعر. بس يعني هي دي اكتر عادات غلط احنا بنعملها يعني. العادات اللي انت بتتكلمي عنها دي سواء كانت للصغيرين، يعني ممكن المامي تكون بتعملها مع بناتها، او حتى للكبار، في الحالتين مش صح تماما ان احنا نعمل الحاجات اللي انت اتكلمتي عنها دي. أيوة. عادات للاسف متوارثه، يعني احنا غصب عننا واخدين عليها وبنعملها، لكن في النهايه تكرارها هو ده اللي بيضر بالشعر. ايوه. هو بالذات للاطفال، يعني انا بلاحظ ان في ماميز كتير بيستخدموا الزيوت لدهان الاطفال للشعر. طبعا ده بيبقى خطأ جدا. لا، احنا ممكن نستبدله ان احنا نعمل ماسك مثلا زيت. في زيوت كتير هنتكلم عليها طبعا. ده بيبقى افضل للشعرايه من ان احنا ندهنه دهان للشعر. طبعا اساسي بالنسبه لنا بنستخدم الشامبو والبلسم بدون الدخول في اسماء يعني تجاريه. عايزين بس نقول انه الصح ايه اللي المفروض نستخدمه يكون مفيد. وهل بنقول الشعرايه بتتعود على نوع، يعني مثلا قعدت استخدم حاجه لمده 6 شهور، فهل مثلا بطعم معين او بريحه معينه او حاجه الشعر بياخد خلاص عليها وبعد فتره ما بيديش تحسن معاها، فالمفروض مثلا كل 3 شهور ابدا اغير في نوع الشامبو ونوع البلسم اللي انا بستخدمه علشان الشعر ما ياخدش عليه؟ لا طبعا ده غلط. يعني المعلومه دي احنا كله يعني كان بيقول ان في الاول لازم كل فتره نغير الشامبو مثلا كل كام شهر. لا، دي معلومه خاطئه جدا. احنا المفروض ان احنا بنعود الشعر على منتج معين. اهم حاجه ان هو يكون مناسب شعري، بينظف الفروه كويس، يعني بيرطب الشعر كده. نستخدمه طبعا لمده طويله. هنغيره في حاله ان احنا الشعر ظهر فيه في فروه الراس قشره، حاجات زي كده، حاجات محتاجه علاج بقى. حاجات محتاجه ان احنا نضيف مع المجموعه حاجه يعني حاجه علاجيه.
ما امشيش ورا الاسامي التجاريه، ولكن ادور على حاجه تكون على حاجه صحيه، يعني ما يكونش مثلا خالي من السلفيت او الحاجات ايوه المؤذيه اللي هي مع مرور الوقت هتاثر على الشعر. الحاجه اللي تناسب شعري اكتر. يعني مش لازم مثلا عشان علامه فهمتك. تجاريه يعني معينه. الجاف له نوع معين طبعا. ايوه. الشعر مثلا الدهني ليه الدهني كده. ايوه بالظبط. فطبعا لازم نفهم ونعرف طبيعه شعرنا. ايوه والشعرايه نفهم طبيعه الشعر او شعري انا محتاج ايه. سي بقى ان هو دهني عادي ايا كان. تمام. انا يعني اشوف شعري محتاج ايه الشامبو اللي هيناسبه. قبل ما نبدا معاكي بقى والموديل ونعمل حاجات النهارده، صيف مختلف عن الشتاء في العنايه بالشعر، صح؟ ايوه طبعا. طبعا الشتاء بيكون احنا بنقول ايه، موسم القشره في الشعر. فده يعني بيحتاج طبعا لشامبو يكون بينظف فروه الشعر كويس، ومش كل شامبوهات القشره، عشان في شامبوهات قشره بتدمر الشعريه مش بتعالجها. بتبقى اسم فقط واحنا بنمشي وراها. يعني بتبقى اسماء فقط واحنا بنمشي وراها طبعا. في بخاخات كتيره طبعا طلعت دلوقتي ان احنا نستخدمها لفروه الراس فقط، وبتستخدم لفتره معينه، بتبقى علاجيه. بلس الشامبو اللي احنا بنستخدمه بس. طيب. يعني عرفينا النهارده خطواتك ايه اللي انت ناويه تعمليها مع الموديل اللي معانا النهارده. تمام. احنا النهارده طبعا الشعرايه فيها تقصيف. احنا هنفك الشعر بس. هنا الشعر طبعا واضح قدامنا ان هو هنا في تقصيف عالي. الشعرايه محتاجه زي تريتمنت بسيط عشان نحسن من شكلها. يعني نضيف ليها بقى ايا كان البروتين او الكولاجين اللي هي يعني ناقص في الشعرايه نفسه. فاحنا دي ممكن تكون مثلا من كتر الفير، السشوار، طبعا حاجات كتير، عوامل الجو، الشمس، كل الحاجات دي الصيف بقى احنا طالعين منها كلنا شعرنا الرطوبه دي بتدمر الشعر جدا. طبعا الصيف ده كان رطوبه عاليه قوي. فاحنا هنضيف ماده تريتمنت للشعرايه عشان نرجع ليها حيويتها، يعني ان احنا نرجع للشعرايه كل حاجه هي فقدتها بقى، سواء بروتين او كولاجين او ايا كان من الماده اللي انت بتستخدميها مع كل انواع الشعر ولا بالنسبه لا، بالنسبه لشعرها هي كل شعر بيكون ليه ماده مختلف تماما. يعني مثلا الشعر الافريقي ده اضعف شعر. اضعف شعر احنا ممكن نتعامل معاه. الشعريه بتبقى ضعيفه جدا، فبنحتاج ان احنا نستخدم ماده خفيفه جدا جدا يعني. تمام. تبداي قولي لي خطواتك ايه. اول حاجه انت هتحطي الماده ماده اللي هي التريتمنت دي. هنحط الماده دي اول خطوه. بنفرق الشعر طبعا. بتقسميه. قولي لي كده يا فاطمه. يعني بنقسم الشعر كده. قولي لي كده عشان ابقى فاهمه. بنقسمه بقى لخصر رفيعه. الماده دي بتسيب على الشعر مثلا مده قد ايه؟ المفروض ان احنا بنسيبها ساعه. فعلا. انا مجهزه الجزء الثاني ده عشان ايه، نشتغل برضو واوريكم احنا بنشتغل ازاي. ده اللي اتحط عليه الماده اللي هتشتغلي عليها يعني. بنحط كده. بس انت بتوريني خطوات بيفور، قبل بتكون عامله ازاي. طبعا قبل كل ده بنكون غاسلين الشعر كويس جدا لازم. وقبليها يعني اقل حاجه شهر ما نكونش بنستخدم زيوت او بنستخدم اي ماسك للشعر او اي حاجه تعمل كفرج على الشعرايه. يعني انت لازم بتقولي لها نصايح معينه كده. يعني انا لما اي حد مثلا بيكون هيعمل شعره كده لازم اكون قبليها بفتره قايله لها ان ممنوع زيوت، ممنوع اي ماسكات، ممنوع اي حاجه. كل دي بتعمل تفاعلات يا فاطمه مع الشعر. بتعمل تفاعلات ومش هتخلي الشعرايه تستجيب معايا كويس. فهمت. وطبعا في شامبو بقى بنستخدمه اللي هو الكلاريفاينج ده مخصوص عشان يفتح حراشف الشعر. يعني ده علاجي برضو يعتبر. طبعا بنبعد 2 سم كده او 3 سم عن الجذور. انت تقصدي ان الماده كده ما تدخلش في منبت الشعر. ما نحطش على منبت الشعر. عشان طبعا ما تعملش يعني قشره، ما تعملش تساقط زايد كده، يعني ما تعملش كده. ولازم بتستخدمي خصله صغيره علشان بناخد خصله بنوزع عليها الماسك. بعد بقى الخطوه دي نفسها انت بتسيبيها شويه تتشرب. بنسيبها لمده ساعه على الشعر.
وبعدين بنبتدي بقى نكويها. نبدا دي اخر خطوه خالص. امم بعد الكوي بقى بيتغسل الشعر عادي؟ بعد الكوي تمام. احنا كده كده الماده بسيبها ساعه وبنشطفها من على الشعر، بنزل بقيه الماده كلها من على الشعر. لان خلاص الشعر اتشرب الماده كويس، فخلاص احنا مش محتاجين للباقي، يعني عشان ما تبقاش تقيله على الشعرايه او تضر الشعر جامد. في الفترة اللي انت عملتي فيها التريتمنت دي ممكن تعمل هي ماسكات، ولا يفضل ان هي ما تجيش جنب الشعر خالص بقى؟ بصي في مواد عادي بقول لها تستخدم معاها زيوت طبيعيه. ايوه عادي كتحسين للجذور اللي طالعه. ايوه يعني مثلا كزيوت انبات اللي هي عندك زيت الروزماري، زيت الجوجوبا، كل الزيوت دي ممتازه. بتبقى حاجات طبيعيه مستخلصه من حاجات طبيعيه. ايوه عشان نحسن الجذور اللي طالعه، يعني تطلع احسن من الاول بالظبط، ونغذي بصيله الشعر في نفس الوقت. يعني كده بتبقى غذيتيها يا فاطمه خارجيا وداخليا. اشتغلتي يعني على شعرين المنتجات دي بس عشان نوضح، المنتجات دي تجميليه. احنا بنشتغل كتجميل للشعر الخارجي. أيوة. عشان في ناس بتبقى فاهمه ان يعني انا هعمل لك كده فشعرك هيفضل مفروض على طول، لا. انا بجمل الشعر الخارجي، احنا بنعالج الشعريه الخارجيه. تمام. دي كده هتبقى اخر خصله معانا. انت هتعمليها بعد كده هتبداي بقى بالايه؟ في المكوى. بالمكوى الجزء الفير بقى تمشي عليه. ايوه طبعا بندلك الشعرايه كده كويس. الفير بقى ما بتبقاش قويه قوي علشان ما تحرقش الشعر، صح؟ لان في برضو على حسب كل شعر بيبقى ليه درجه حراره. في شعور بتحتاج درجه حراره عاليه، في شعور درجه حراره ضعيفه، ناعمه طريه، على حسب على حسب بالظبط. لو هي متعرضه لضرر مثلا، كل ده بتتعاملي معاه بشكل معين، وبناخد بالنا بقى زي ما انتي قلتي، لان الكتير بيخافوا من الروتين دوت. علشان خاطر انه ممكن تكون مثلا لا قدر الله عاليه، فتبدا تعمل ضرر، وهي اصلا الشعرايه فيها ضرر يعني. تمام، احنا معاكي. هنبدا دلوقتي بقى الخطوه اللي هي تعتبر الاخيره خالص، اللي هي المكوى. طبعا هناخد خصل بقى ارفع من اللي احنا كنا بنشتغلها. ده جزء عملتيه انت قبل التصوير دلوقتي المفروض، بس عشان يبقى كل المشاهدات فاهمين معانا. ده انا عاملاه يعني مجهزاه وشاطفه الشعر ومنشفاه ومجهزه كل حاجه. الفينيشنج بقى بتاع الموضوع ده بيكون ازاي؟ طبعا احنا هنا مش معلين الحراره قوي. بالظبط. بنبتدي نكبسها طبعا على حسب الشعر. هي كل حاجه بقى بتكون مختلفه يا فاطمه، يعني مثلا البروتين غير اللي هو التاني اسمه ايه؟ كافيار، في ارجان، في يعني مسميات كل كتيره ماده قوي بتستخدميها مختلفه تماما. بصي كل الاسامي دي كلها فرد واحد، يعني كله زي بعض في الفرد، فرد واحد. لكن يعني بتختلف ماده عن ماده. مثلا في ماده هتلاقيها بتدي للشعر لمعه اكتر، ترطيب اعلى. مثلا حسب طلب بقى كل يعني. ايوه حسب في. وطبعا في اللي هو التريتمنت ده بيبقى فرد فيه 50% بس. يعني كل واحد بيجي بيبقى في دماغه هو عايز حاجه معينه، يعني حاببها او اتعود عليها، ومش عايزين مثلا فرد 100%، فبنضطر ان احنا نحط بس 50% كافيار، او على حسب بقى ايه الشعر يعني محتاج ايه. بتفضل الماده دي باقيه على شعري فتره بعد انتهاء بقى التريتمنت نفسه، صح؟ يعني بتقعد شهر 2 3 موجوده؟ اقل حاجه 6 شهور. 6 شهور. وبتختلف عن يعني عن طبيعه شعر يعني البنوته مثلا اللي عاملين لها. في شعور من 3 شهور بتبتدي، اللي هي الشعور الافريقيه اللي فيها كيرلي قوي، دي بتبقى يعني عايزه تقولي الكيرلي فيها بيبقى قوي قوي. الجذور بتظهر فيها بسرعه. لكن اقصد اقول الشعرايه اللي اتفردت هتفضل مفروده معاكي المفروض 6 شهور على الاقل. 6 شهور، والجذور من هنا هي اللي بتبان.
بعد كده بقى بحط مثلا انواع معينه من الشامبوهات عشان افضل معتنيه بقى بالشعره دي فتره برضو، صح؟ يعني أيوة. انت بتغيري هنا نوع الايه الروتين اللي بتستخدميه. الروتين طبعا لازم اهم حاجه يكون الشعر سوري المجموعه او الافتر كير اللي احنا بنستخدمها تبقى زيرو سلفات. ده اهم نقطه. يكون الماسك بتاعها او الترطيب عالي طبعا. أيوة. عشان يعني الشامبو بتاع الشامبو اللي بنستخدمه بعد الجلسه بينشف الشعر شويه، اللي هو زيرو سلفات بيبقى تحس ان هو بينشف الشعر شويه. فلازم يبقى معاه ماسك وبلسم كويسين او الترطيب فيهم عالي. المادة دي لما بتتحط على الشعر هي نفسها ما بتحسش مثلا ان في حاجة بتحرقها او حاجة او يعني ما اقصد اقول ما فيش حاجة بتحسها هي، صح ولا؟ لا ما فيش اي حاجة. انت بتفضلي تمشي بقى مرة بنمشي على الشعرية مثلا على الخصلة الواحدة من مثلا 10 كبسات او على حسب الشعر. كل الشعر ما بيكون ناعم كل ما بياخد كبسات اكتر، كبسة اكتر على الشعر. والعكس لو كيرلي والعكس اقل. الافريقي ما بياخدش، يعني رغم في ناس تفتكر ان الشعر الافريقي بياخد كبسة وشغل، لا بالعكس هو اضعف شعرايه الشعر الافريقي فعلا. احنا طبعا بس بنعمل يعني سريعا كده. الروتين دوت او التريتمنت ده الافضل نعمله في الشتاء احسن من الصيف، عشان هتقولي لنا انت اسباب بقى دلوقتي. اول حاجه طبعا ان الحر مع الرطوبه مع الشمس، صح؟ ايوه بيعمل لنا كلنا مشكله يعني. حتى المحجبين وغير المحجبين اصلا التعرض للحراره والرطوبه بتخلي الشعر نفسه يعني طبعا. فالافضل نعمله في الشتاء. تمام. فزي ما انتي قلتي انه التريتمنت كلنا بنحب ان احنا نعمله في الشتاء افضل من الصيف، علشان المشكلات اللي بتواجهنا بنحاول دايما ان احنا نهرب منها. الحاجه الثانيه كمان الشعريه بتعيش شويه، صح؟ يعني اقصد اقول ان دايما بيحصل هيشان نتيجه الرطوبه مع الحراره مع الشمس. الشتاء الشعر دايما بيبقى طيب كده وطيع، صح يا فاطمه؟ ايوه. طبعا يعني احسن ميعاد ان احنا نعمل فيه المعالجات او ايا كان اللي احنا التريتمنت اللي هنعمله طبعا الشتاء. اولا مفيش حر، ثانيا مفيش رطوبه عاليه زي ما حضرتك قلتي. يعني الشتاء بيبقى احسن وافضل للمعالجات دي. عموما التريتمنت ده مفيد جدا للناس اللي بيبقى شعرها هايش. يعني خلينا برضو نتكلم عن نوعيات. هو مش بس الكيرلي، عشان الناس بتتخيل انه انا ههرب من فكره الكيرلي فهعمل شعري ليش. لا، في بعض الاحيان بنشوف دلوقتي حتى اعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي بيبقى الشعر هايش قوي. فانت لما بتعملي قولي لي بقى التريتمنت مفيد في ايه كمان؟ التريتمنت طبعا اول حاجه للتقصيف، تقصيف الشعر بيهدي الهيشان. بيدي لمعه، بيدي لمعه للشعر. ساعات احنا طبعا بنضيف حاجات معالجات بقى للشعر، حاجات معينه كده احنا بنضيفها عشان تساعد يعني برضو ان احنا نغذي بصيله الشعر نفسها مع المعالج اللي احنا بنعمله او الحاجه التجميليه اللي احنا بنعملها. بيتعمل سشوار او فير بعد التريتمنت، ولا يفضل بقى ان احنا ما نهلكش الشعر وما نجيش جنبه؟ لا طبعا السشوار غلط جدا. لان الشعرايه بتبقى سمكها اقل. فبتبقى اضعف. فان احنا نستخدم عليها سشوار حاجات كتير لا غلط كده احنا طبعا. بنهلكها فعلا. بنهلك الشعرايه جدا. طبعا صبغه ممنوع. يعني يفضل يعني بعد ما نعمل الجلسه ما ينفعش الصبغات اللي هي الفاتحه دي نهائي، غلط. كانت الصبغه تتعمل قبل التريتمنت. قبل التريتمنت بعد كده نشتغل عادي مفيش اي مشكله. برضو تكون صبغه فري امونيا، ما تكونش صبغه فيها امونيا عاليه. يعني بالنسبه للناس حتى اللي ممكن تكون بتصبغ في البيت او حابه ما تروح للكوافير فتصبغ، ممكن تكون فري امونيا. دي الافضل بالنسبه لنا. ايوه تكون فري امونيا، ما تكونش فيها عشان لما نيجي نشتغل على الشعرايه بالمعالج ده ما يكونش برضو احنا هلكنا الشعرايه قوي. بالظبط كده. يعني الحقيقه انت قدمتي لنا النهارده نصايح كتير ومعلومات كتير
يعني دايما الست المصريه لما بتروح للكوافير بتبقى خايفه قوي، بتبقى يعني محتاجه نوع من النصايح، نوع من الارشاد. ولما بنعتمد على بعضنا، يعني انا ادي النصيحه لحد في بعض الاحيان غلط. ليه؟ لان زي ما انت قلتي يا فاطمه، طبيعه الشعر او نوع الشعر لما بيكون مختلف غلط جدا. يعني مثلا الاستاذه اللي معانا دي انت فاهمه كويس قوي طبيعه شعرها، لانك أيوة. ايه اتعاملتي معاها مره واثنين وثلاثه. فهو ده الصح، انه ما يبقاش بناء على نصيحه من جارتي، من صاحبتي، من زميلتي. ده غلط تماما. انت كده بتكملي دلوقتي بقى الجزء ايوه الباقي. بتسيبي الشعر يهدى شويه بعد ما بتخلصي بقى، صح؟ طبعا لازم ما ينفعش يتغسل على طول. لازم نسيب الشعر يهدى خالص. بعد كده بنغسله بقى بالافتر كير اللي هو الشامبو والبلسم والماسك بتاع المجموعه. لكن طول ما هو في حراره ومتعرض لحراره لازم اسيب الشعريه تهدى شويه. لازم الشعريه تهدى خالص. وطبعا بعد كده بقى الشعر لازم نستخدم شامبو، عشان في ناس بتقع في غلط. مثلا يقولوا لها لا، يعني ما تستخدميش شامبو بعد ما تعملي المعالج ده او كده. لا طبعا غلط. لازم ننظف فروه الراس كويس جدا، يعني على الاقل مرتين في الاسبوع. نستخدم الشامبو على الاقل مرتين في الاسبوع. موضوع التريتمنت ده بقى ناخد منك معلومات النهارده. ممكن يتعمل للاطفال البنات الصغيرين، ولا المفروض انه بيبقى لسه شعرهم يعني ما ينفعش نعرضه الحراره والحاجات دي؟ لا يعني انا ما انصحش للاطفال. لا يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دلوقتي دي المفروض لسن معين. لا يعني فوق مثلا ال 12 سنه، فوق 13 سنه كده يعني. لكن لاطفال لا بلاش، يعني لان شعرهم بيبقى لسه في مرحله النمو، الشعريه بتبقى ضعيفه طبعا جدا. فما انصحش خالص ان طب في الكريمات اللي هي بتاعه فرد الشعر. لو الام بقى مثلا بنتها شعرها كيرلي او هايش او عنده مشكله، يعني اما نمشي بقى في الشق العلاجي، يعني تروح لدكاتره وتاخد صح كريمات يعني تهدي الشعر او الهيشان ده، او ممكن بقى تعمل الكريمات اللي انا بقولك عليها اللي هي بتاعه فرد الشعر او كده. لا احنا ممكن الاطفال نعمل لها بقى ماسكات من البيت عندنا. ماسكات طبيعيه. ايوه. يعني مثلا في ماسكات كتيره في البيت. في ماسك بياض البيض ده تحفه جدا، بتحط معاه عسل ابيض وزيت زيتون. ده ماسك بيبقى حاجات كلها طبيعيه جدا. حاجات طبيعيه. الاطفال بلاش، يعني لازم نبعد عن اي حاجه فيها كيميكال يعني. ايوه. في ماسك زيت الجوز هند ممتاز جدا للاطفال. في زيت الروزماري برضو كويس، بس بنضيفه. ده كل الحاجات دي بنشتريها من عند العطار؟ من عند العطار عادي. يعني اروح اقول له زيت روزماري. ايوه. دي حاجات جديده. دي فاكره زمان بقى كان هو المعتاد بتاعنا زيت الزيتون اللي نعرفه وجوز الهند. دلوقتي جوجوبا بقى ظهرت. الجوجوبا والروزماري وكل الحاجات دي ممتازه جدا للشعر. بس زيت الروزماري ما نكترش منه لان هو بينشف الشعر. يعني هنحط منه نسب اقل من الجوجوبا مثلا، او ومعاه زيت الخروع برضو ممتاز جدا للانبات. يعني نعمل ميكسات كده، خليط من زيوت. ايوه. هنعمل ميكس من خليط من الزيوت ونستخدمه على فروه الشعر. ممتازه جدا بقى للاطفال للكبار لكله يعني. ايوه. عموما هو الزيوت معروف عنها شويه انها بتنشف. دي معلومه غلط. نوع الزيت اللي انت بتستخدمه صح؟ لا، في زيوت بتنشف وفي زيوت، لان في زيوت حاره وفي زيوت بارده. او اني بستخدمها غلط بقى، او ان احنا بنستخدمها غلط، بنخلط مثلا حار مع بارد. ده بيبقى غلط طبعا. يعني لازم نعرف احنا ايه اللي مناسب لشعرنا برضو. يعني مش زي زمان عايز تعمل مثلا ماسك للزيت، هات زيت فلاني واستخدمه. ايوه. خلاص. لا لازم لا، لازم بمقدار معين زي ما انت بتقولي، وممكن خليط لحاجات. ايوه. يعني واعرف انا مشكله شعري ايه. مثلا انا شعري محتاج ان هو كغذاء وانبات وكده، يبقى زيوت معينه. ايوه.
طبعا زي ما انت قلتي درجة الحرارة بتكون بسيطة جدا بحيث انها احنا طبعا كده يعني فردنا الجزء ده حتى بما فيها القصة، بما كل حاجة عملتيها لها، صح؟ بما فيها طبعا احنا يعني كوينا على السريع. هو باين اهو طبعا الشعر قبل وبعد. ده قبل، انت بتورينا الجزء اللي ده كان قبل وده هنا كده بعد ده لما المادة اتحطت. ولما تغسل شعرها ده اللي هيكون شكل هيفضل زي ما هو كده. ورينا كده، معلش خليها تلف تاني. بصي من ورا ده الشكل، الشعر بتاعها كان مجهد ازاي فعلا. الشعرايه طبعا فيها تقصيف عالي قوي، كان فيها تقصيف شعرايه فيها هيشان وموجه بسيطه، كذا عيب كان موجود عند شعرها. فيعني وهي الشعرايه دي كمان بتبقى محتاجه حاجه فيها تريتمنت يعني عالي او حاجه ترطيبها عالي. احنا اتبسطنا جدا بوجودك معانا النهارده يا فاطمه، وقدمتي لينا نصايح ولعزيزتي حواء النهارده كتير خاصه بروتين الشعر، وازاي ان احنا في حاجات غلط ما نقعش فيها ونعمل الصح ازاي. اشكرك على وجودك معانا وعلى ضيفتك الجميله النهارده، شكرا ليك. هنروح معاكم دلوقتي لفاصل ونرجع مره ثانيه متواصلين معاكم. المقابله الاولى في التعارف بين العريسين مهم جدا.